النادي الاهلي بيفوز على فاركو 2-1 بس بالعافيه يا عزيزي. ومش هكلمك في ان النادي الاهلي كان اداؤه زي الزفت وان اداؤه يقرف وان هم كسبوا بالعافيه، لكن انا هكلمك في حاجه تانية انا ملاحظها، مش عارف انت كمان ملاحظها ولا لا. لعيبه النادي الاهلي بتبدا الماتش لحد دقيقه 35 بتلاقيهم ان هم مركزين كويس جدا وبيفكروا كويس وحتى كمان متمركزين كويس، لكن من بعد دقيقه 35 بتلاقي ان التركيز بتاع اللعيبه ابتدى يقل، وكمان بيحصل زي حاله سرحان او توهان واللعيبه ما بتبقاش متمركزه بشكل مظبوط لحد ما بيخلص الشوط الاول ويجوا ينزلوا الشوط الثاني تلاقي ان المصايب بتكتر اكتر، تبتدي تلاقي زياده عن اللي انا قلته لك ده في كميه ميس باص كتير جدا، وازيدك من الشعر بيت تلاقي كمان اللعيبه بتلعب من غير دافع ومن غير حماس. كل دي حاجات مش معروف اسبابها ايه. هل ممكن تكون بسبب التغييرات اللي بيعملها مارسيل كولر؟ ممكن نقوله ان ده اجهاد، بس في الحاله دي هيبقى اجهاد ذهني مش اجهاد بدني، ولسه الاهلي ما دخلش في المعمعه بتاعه الضغوطات اللي كان فيها الموسم اللي فات، فلو اللعيبه